هعمل وصفة لشعري. طبعا ده انا اللي هعمله النهارده حمام زيت. المرة اللي فاتت عملنا مع بعض ماسك للشعر حلو جدا جدا. جربوا بقى الوصفة دي كمان هتعجبكم قوي. بصي حطيت اول حاجة ده زيت السمسم. بصوا كده دي اول حاجة، وحطيت حوالي 3. ده بقى زيت الخروع، هاخد برضو منه حوالي 3 سنتي. بصوا كده بسرنجة هسحب الكميات. يبقى خلينا ماشيين خطوة خطوة مع بعض. يبقى انا حطيت اول حاجة زيت السمسم، وادي زيت الخروع. بصوا يا حبايبي ده زيت الخردل برضو 3 سنتي. بعد كده هحط زيت اللي هو الروزميري اهو برضو 3 سنتي. من كل حاجة 3 سنتي. حطيت زيت السمسم، حطيت زيت الخروع، حطيت زيت الخردل، وادي حطيت زيت الروزميري، وادي كمان زيت القرنفل. انا قلت لكم دي مجموعة زيوت هعملها لشعري حمام زيت كده، واسيبه ساعتين على شعري. وبعد كده هحط اللي هو زيت الزيتون، وده مزوداه شوية. بصوا كده اخر حاجه بقى هحطها زيت النعناع، وهحط برده حوالي 2 سنتي، مش هكتر من زيت النعناع. وكده انا خلصت. هحط بقى شويه زيت جوز الهند، بس طبعا هعمل ايه يعني هحط برده حوالي 3 سنتي كده زيت جوز الهند، وهمكسهم كلهم مع بعض كويس، اقلبهم كويس. وهعمل ايه ميه تكون دافيه احطها فيها، يعني ادفي الزيوت بس مش اكتر. وبعد كده توزعيه على شعرك وسيبيه ساعتين، وتغسلي شعرك بعدها. وشوفي الجمال. واصبي عليها مثلا مجموعه الزيوت دي تعمليها مثلا ايه مره في الاسبوع. اعمليها مره في الاسبوع، هتفرق معاكي جدا 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 من تطويل الشعر، تتقيله، للتساقط، لكثافه الشعر. هتشوفي نتيجه روعه خلال شهر. امشي بس على الوصفه دي شهر وشوفي الجمال. انا كده بقالي مثلا، انا عملت يعني ماشيه عليها بقالي فتره تمام، ففرقت معايا جدا. فعشان كده انا قلت ان انا هشارككم اي حاجه اعملها سواء بقى ليا او لبنوتي. انا يعني اي وصفه بعملها ليا ولبنوتي عامه، وبشاركها معاكم على طول. هتعجبكم جدا، جربوها. فيها زيت الروزميري، فيها زيت القرنفل، زيت النعناع، زيت الخردل، زيت جوز الهند، زيت الزيتون. بصوا ميكس كده زيوت. انا قلتها لكم في الفيديو وهقولها لكم تاني. تعالى عشاء بالله. اول حاجه معانا زيت الخروع، زيت الخروع ماشي. وخدت زيت الخردل، من كل حاجه بنسب متساويه. بعد كده حطيت برضو زيت اللي هو زيت السمسم، حطيت زيت النعناع، حطيت زيت القرنفل، حطيت برضو زيت الروزميري، وده مهم جدا جدا جدا. وحطيت زيت زيتون. طبعا هحط طبعا زيت جوز الهند، بس هحط برضو زي ما قلت لكم حوالي 3 سنتي على ده. حلو جدا، بيطري الشعر، بيطول الشعر، جميل جدا جدا. اصلا زيت الجوز الهند انا مش بستغنى عنه، وساعات بعمله هو لوحده. احنا كده مستخدمين حوالي كام من غير زيت الجوز الهند؟ حوالي 7 زيوت. بزيت جوز الهند حوالي 8 زيوت مع بعض. وزي ما قلت لك تمكسيهم كويس، وهنعمل لهم حمام ميه دافيه، يعني توزعيهم على شعرك كويس جدا، وسيبيهم من ساعه لساعتين، وتغسلي شعرك. مش اكتر من كده، ما تباتيش بيه عشان ما تقفليش المسام. الزيوت كتير على الشعر مش حلوه. انت يعني ما تسيبهاش وقت طويل، انت بتستخدميها بس حمام زيت، يعني مثلا من ساعه لساعتين. يعني انا مثلا هسيبهم ساعتين عشان شعري يستفاد بيهم اكتر. في حاجه مهمه هقول لك عليها. انا بعد ما هوزعهم هشغل البروكيب حوالي تلت ساعه في الاول، عشان بس ايه افتح المسام وشعري يعني يستفاد بيه. هشغل البروكيب تلت ساعه، وبعد كده اغسل شعري زي ما قلت لكم بعد ساعتين. يبقى هعمل ايه؟ شعرك يكون نظيف اهم حاجه. هندفي الزيوت دي، وبعد كده هنروح موزعينها على الشعر، ونسيبها حوالي من ساعه لساعتين زي ما قلت لك. اول بس 20 دقيقه هشغل البروكيب. ما عندكيش بروكيب، لو عندك استشوار طبعا تكوني حاطه بندانه، ومن بعيد بس كده يعني نفتح المسام شويه عشان ايه تستفاد بيها البشره سوري الشعر. هيعجبكم جدا جدا. تطويل، تتقيل، كمان حلو للقشره، حلو لكثافه الشعر. هتدعوا لي بجد. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. واي سؤال يخص الشعر البشره اكتبوا لي في الكومنتات وهرد.